الناس كلها دلوقتي ما عندهاش سيرة غير القلم اللي رزعه عمرو دياب للمعجب اللي عايز يتصور معاه. انا مش هتكلم، مش هزيد حاجه عن اللي الناس قايلاه. الناس كلها مروقه عمرو دياب وعارفين فعلا قد ايه هو قليل الذوق. ودي مش اول واقعه ليه، هو لسه كان قريب كان بيشتم السواق بتاعه وبيقول مش عارفه فين الحمار ده، وبعد كده عشان لقى انه الموضوع اتعرف ومش عارف ايه حب يحلي شكله وجاب السواق وتصور معاه. ايا كان خلاص، ده واحد شغال عنده وخلاص، لكن معجب بيتصور معاك ده مش شغال عندك وغصب عنك لازم تحترمه، مش بمزاجك. بس انا مش هضيف حاجه على اللي الناس قالوه. انا بس بقى اللي عايز اعلق عليه ايه، اللي عايز اعلق عليه الممثلين والفنانين اللي داخلين بقى يزيطوا. ليه بقى هم داخلين يزيدوا في موضوع عمرو دياب؟ اللي هو ايه، عمرو دياب مش غلطان، مش من حق اي حد انه يفرض ان الفنان يتصور معاه دي، وداخلين بقى يطبلوا ويدافعوا عن عمرو دياب. خدوا بالكم، هم مش بيدافعوا عن عمرو دياب عشان عمرو دياب نفسه، لا، عشان في شله كده معموله، ماشي، شله كده ايه بتاعه النجم تركي آل الشيخ، اللي هو ايه الناس بقى ايه اللي بيرضى عنهم بقى، الناس اللي هم ايه من ضمن شلته من ضمن حبايبه، دول ما حدش بيعرف يجي جنبهم، دول يعني اللي هو ايه، يحصل حاجه عمو تركي هي هيدافع عننا، يجيب لنا حقنا، مسيطر على السوشيال ميديا والفنانين. وقال يعني بقى هم لما كلهم يخشوا يطبلوا في الحوار يمكن يعني يفتكرهم في دور، يفتكرهم في حفله، ايا كان بقى هم عايزين ايه، فيخشوا كده يبيعوا نفسهم بالمنظر ده. بصراحه شكلكم وحش قوي، شكلكم وحش جدا، واوعوا تفتكروا ان الناس مش فاهمه اللي انتوا بتعملوه ده، والناس مش فاهمه بعيدكم لنفسكم قوي كده بجد والله. يعني لو كان اي حد، لو كان محمد رمضان مثلا اللي هو مش من ضمن الشله كان عمل كده، اقسم بالله ده انتوا كلكم كنتوا طلعتوا كلتوه. لو كان محمد سلام كنتوا طلعتوا كلتوه. اي حد مش محسوب على الشله دي ما لا، بيتعامل معامله تانية خالص. فبجد شكلكم وحش قوي، وما تبيعوش نفسكم اكتر من كده، لاني والله الناس فاهمه، الناس فاهمه بجد، ما تفكوش نفسكم يعني مش باينين ومش مفهومين. احترموا نفسكم.